اهلا بيكم في قناه فيلم قديم. لو لسه مشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا عشان يوصلكوا كل جديد. بيبدأ الفيلم بضرب نار من 3 شباب في عربية على شخصية مهمة، وبيكون توفيق من ضمن ال3 شباب دول. وأول ما توفيق بيشوف أمه وطفلها بيقول للشابين اللي معاه يوقفوا ضرب، وبتقدر الشرطة تموت واحد منهم وبيتقبض على التاني. وبيقدر توفيق يهرب، لكن وهو بيهرب بيتصاب برصاصة في دراعه. وبيقدر يركب عربية واقفة في إشارة، وبتكون سايقاها واحدة ست وبيهددها بمسدس عشان تاخده عندها في البيت. وبتكون عايشة مع مامتها، بس بتكون في الوقت ده مامتها عند أختها. وبيدخلوا الشقة وبيجبرها توفيق تقفل كل الشبابيك ويتأكد إن مفيش حد معاها في البيت. وبتتصل خيرية أختها بيها، وبينبه توفيق عليها إنها متقولش أي حاجة، وفعلا بتقفل معاها المكالمة بطريقة طبيعية جدا. وبيستسمحها توفيق وبيعتذر لها إنه هددها بس كان غصب عنه. وبيطمنها وبيقول لها ما تخافش منه لأنه مش إرهابي ولا بلطجي، وإنه بس عايز يقعد عندها لحد ما الليل يليل وهيمشي على طول ومش هيسبب لها إزعاج أكتر من كده. وتتعاطف معاه وبتجيب له شاش وبلاستر عشان تطهر الجرح اللي في دراعه. وبتعمل له قهوة، ولما بتروح تجيب له مسكن بترجع تلاقيه يغمى عليه. فبتطلب له دكتور فتحي سليمان دكتور العيلة. ولما بيسألها الدكتور ازاي اتصاب بالرصاصة دي، قالت له انه كان بينظف المسدس بتاعه. فبينصحها الدكتور انهم يبلغوا الشرطة، وبتقول له مفيش داعي. ويفتكر الدكتور ان توفيق قريب جوزها اللي مات لانه شبهه جدا، فبتأكد له انه فعلا قريب. وبيصحى توفيق تاني يوم على صوت جرس الباب، فبتفتح الست الباب وبتلاقيها شغالة وبتخليها تمشي. فبيسألها توفيق ليه شالت المسدس من جنبه، فبتجيب له المسدس وبتقول له انها خبته عشان الدكتور. فبيتخض جدا توفيق عشان جابت الدكتور. فقالت له انه كان هيموت وانها ما قدرتش تسيبه كده، وان ده دكتور العيلة ومش هيقول حاجة. وقعدوا يفطروا مع بعض وبيتعرفوا، وبيقول لها ان اسمه توفيق عبد الرحمن، وننضم لجماعة وطنية هدفها تخليص البلد من الفساد والظلمة والخونة. فبتعترض انهم بيقتلوا الناس حتى لو كان هدفهم مصلحة البلد. وبتعرفه عن نفسها وبتقول ان اسمها نادية، وبتديله قميص عشان يغير هدومه. فبيستغرب توفيق ان ده قميص رجالي، فبتقول له ان ده قميص عادل جوزها اللي توفى في الحرب لانه كان طيار عسكري وانفجرت بيه الطيارة، وانها بتحبه جدا ومحتفظة بكل هدومه. عمرها فكرت تتجوز واحد بعديه رغم ضغط مامتها واختها عليها. فبيعجب توفيق جدا باخلاصها لجوزها، وبيقول لها ان جوزها كان مناضل زيه. فبتعترض نادية لأنها شايفة إن جوزها كان بيحارب عدو بلده. فبيقول لها توفيق إن اللي بيسرق وبيفسد في البلد بيبقى برضه عدو. وبيبان إنها اقتنعت بكلامه. وبيجي الليل وبيقرر توفيق يمشي، وبيبان إنهم هما الاتنين متأثرين جدا عشان هيفتروا. وتاني يوم بتروح نادية شغلها، وبنعرف إن مراد مديرها في الشغل عرض عليها الجواز بس هي مش موافقة. وبيجي لها تليفون في الشغل من أختها بتقول لها إن مامتها تعبانة جدا، فبينقلوها المستشفى. وبنرجع تاني لتوفيق اللي الشرطة عرفت اسمه من صاحبه اللي اتقبض عليه. وبيقدروا يوصلوا له لكن بيقدر يهرب منهم تاني. وبتشوف نادية اسم توفيق عبد الرحمن في نشرة أخبار التلفزيون، وبتبقى الحكومة بتعلن إنه مطلوب. وبيتصل توفيق بنادية من تليفون في الشارع، وبيطمن عليها وبيشكرها على كل اللي عملته معاه. وبيروح لدكتور فتحي اللي تواصل مع مديرية الأمن بعد ما شاف صور توفيق في التلفزيون، ويبلغ إنه شافه وعالجه من إصابة رصاصة في دراعه. فبياخد الضابط منه العنوان اللي كان توفيق موجود فيه، وبيروح توفيق لبيت نادية تاني لأنه ملقاش أي مكان تاني يستخبى فيه. وبيقول لها إنه هيسافر وهيهرب بره البلد. وبتبقى نادية بتدافع عنه، وبتقول له إنه صاحب قضية وفي ناس كتير في البلد ممكن يدافعوا عنه. وفي نفس الوقت ده بتوصل الشرطة لبيت نادية. فبيهرب توفيق من البلكونة. تدخل الشرطة تفتش بيتها، ولما مش بيلاقوا حد معاها بياخدوها معاهم عشان يتحقق معاها. وبتكتب الصحافة عن نادية إنها سكرتيرة في شركة كبيرة ومتهم في قضية أمن دولة. وبتفضل نادية مدة في التحقيق، وبيتم الضغط عليها جدا عشان تتكلم، لكنها بتفضل تقول إنها متعرفش حاجة عن توفيق. وبيروح لتوفيق اللي راح يستخبى عند أحمد صاحبه، وبيوصل الخبر لمراد. وبيروح المديرية وبيشهد إن نادية ملهاش أي علاقة بأي تنظيمات سياسية. ومن التحقيقات بتتأكد الشرطة إن نادية ملهاش أي علاقة بتوفيق، فبتفرج عنها لكن بتحطها تحت مراقبة. وبيعرف توفيق الخبر وبيبقى زعلان جدا على نادية إنها اتبهدلت جامد بسببه، لكن صاحبه بيقول له إنه لازم يسيب كل ده ويهرب بره البلد. وبيوافق توفيق لكن بيشترط إنه يجهز أوراق نادية وياخدها معاه. وبتعرف خيرية أخت نادية الموضوع من الجرايد، ولما بتيجي نادية تزورها جوز أختها بيطردها، وبيقول لمراته إن دي بقت واحدة مشبوهة. وبيقدر حمدي الصحفي يوصل للمستشفى اللي بتتعالج فيها مامة نادية، واللي ما بتكونش عرفت أي حاجة عن اللي حصل لبنتها، لكن هو بيخليها تقرا الخبر وبيقدر يصورها وهي على سرير المستشفى. وبنروح لأحمد صاحب توفيق اللي صاحبته بتقول له إن هم ممكن يبلغوا عن توفيق وياخدوا ال10,000 جنيه المكافأة اللي الحكومة عاملاها اللي هيبلغ عن توفيق. وبنروح لمراد اللي راح الجريدة اللي شغال فيها حمدي الصحفي، اللي شوه سمعة نادية بكلام كله كدب عنها، زي إنها بتستقبل رجالة في بيتها وإنها بتبات بره بيتها. وبيتحول حمدي للتحقيق. وبتيجي قوة من الحكومة عشان يقبضوا على توفيق بعد ما بلغ صاحبه عنه، لكن بيقدر يهرب قبل ما يوصل. وبتموت مامة نادية من صدمتها من اللي اتكتب عن بنتها في الجرايد والفضايح اللي حصلت لها. فبتقرر نادية الانتقام من الصحفي، وبتتصل بيه وبتروح تقابله في جراج عربيات، وتواجهه كل الأكاذيب اللي كتبها عنها. وبتطلع سلاح من شنطتها وبتضرب عليه نار وبيموت. وفي الوقت ده بيوصل توفيق، بس بتكون نادية ضربت النار عن نفسها وبتموت في حضن توفيق. وبكده تكون نظرية توفيق صح، إن كل الفسد لازم يتقتلوا. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. تحياتي ليكم ريهام حشاد.